السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض فطار اول يوم رمضان بطريقه سهله جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصل لكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. هنبتدي ان احنا نعمل مع بعض خلطه الممبار بطريقه سهله جدا. انا هنا معايا حوالي ربع كيلو بصل مقطعاه مكعبات صغيره، ومعايا خضره مشكله شبت وبقدونس وكزبره غسلاهم كويس ومقطعاهم مكعبات صغيره، ومعايا فلفل مقطعاه مكعبات صغيره، ومعايا هنا الممبار غسلينه كويس جدا، ومعايا معلقه توم مفروم ناعم، ومعايا 2 كيلو طماطم، ومعايا الرز. نبتدي اول حاجه نعملها، نبتدي ان احنا نجهز معانا حله ننزل عليها بمعلقه كبيره من السمنه البلدي، وننزل عليها بحوالي ربع كوبايه زيت، ونبتدي ان احنا ننزل عليها بالبصل بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد كده نبتدي ان احنا اول ما البصل تبتدي ان هي تدبل معانا وتصفر معانا بالشكل ده، نبتدي ان احنا ننزل عليها بمعلقه الثوم المفروم ناعم، ونبتدي ان احنا نحمر الثومه مع البصل بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. واول ما الثومه بدات تصفر معانا مع البصله بالشكل ده، نبتدي ان احنا ننزل عليها بمعلقتين كبار من معجون صلصه الطماطم، ونبتدي ان احنا نحمر الصلصه مع البصل بالشكل ده. بعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليها بعصير الطماطم، وابتدي ان انا انزل على الصلصه بالتوابل. معايا هنا ننزل بمعلقه فلفل اسود، ننزل عليها بمعلقه كمون، ننزل عليها بمعلقه كزبره ناشفه، وننزل عليها بمعلقه بهارات لحمه، وننزل عليها بنص بلحه مطحونه ناعم بلحه جوز الطيب، ونبتدي ان احنا نقلبها كويس جدا وتسيب الصلصه تتسبك معانا كويس جدا. نعرف الصلصه اتسبكت معانا ازاي؟ اول ما يبتدي ان هو الصلصه تطلع الزيت حوالين الحله بالشكل ده، نعرف كده ان خلاص كده الصلصه اتسبكت معانا كويس جدا. بعد كده نبتدي ان احنا نغسل الرز، ونبتدي ان احنا نصفيه كويس من الميه، ونبتدي ان احنا ننزل بيه على الصلصه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، ونبتدي ان احنا نقلب الرز مع الصلصه كويس جدا. وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليها بالفلفل اللي احنا مقطعينه مكعبات صغيره. احنا هنا نقدر نستخدم فلفل حامي او فلفل بارد او فلفل حامي على بارد على حسب الرغبه، ونبتدي ان احنا ننزل عليها بالخضره اللي احنا مقطعينها مكعبات صغيره بالشكل ده، ونقلب الخلطه بتاعتنا. وكده خلاص خلطه الممبار جهزت معانا بالشكل ده، سهله وبسيطه ما بتاخدش معانا وقت. خلطه الممبار جهزت معانا بالشكل ده، شايفين ما شاء الله الخلطه جميله ازاي. واكون مجهزه معايا الممبار غسلاه كويس جدا ومصفياه من الميه، وابتدي ان انا احشيه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ابتدي ان انا افتح الممبار بالشكل ده، وابتدي ان انا اعبي الممبار بالرز الخلطه اللي احنا عملناها مع بعض بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد ما حشيت الممبار بالشكل ده، ببتدي ان انا افرد الرز معايا في الممبار، وبساوي الرز معايا في الممبار بالشكل ده، ونخلص الكميه كلها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وده كده شكل الممبار النهائي بعد ما احنا حشيناه مع بعض. نبتدي ان احنا نجهز معانا ميه مغليه على البوتاجاز، ونجهز معانا 2 ورقه من ورق اللوري، وانزل عليها بنص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كزبره ناشفه، ونبتدي ان احنا ننزل عليها بالبصله، وننزل عليها بنص معلقه ملح، ونقلب التوابل كويس جدا بالشكل ده. واول ما الميه تبتدي ان هي تغلي معانا بالشكل ده، نبتدي ان احنا ننزل بالممبار بالشكل ده واحده واحده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. واهم حاجه ان احنا منملاش الحله على الاخر بالممبار عشان خاطر الممبار ما يفرقعش معانا. وبعد كده نبتدي ان احنا نغطي الحله بتاعه الممبار، تسويه الممبار زي تسويه الحمام بالظبط. اهم حاجه ان احنا اول ما الميه بتبتدي ان هي تغلي معايا وتاخد معايا غلوه، نبتدي ان احنا نوطي النار عليها خالص جدا عشان خاطر الممبار ما يفرقعش معانا، ويبتدي ان هو يطلع معانا بالشكل ده. بعد كده نبتدي ان احنا نكون مجهزين معانا القلايه بتاعتنا، ونبتدي ان احنا نسخن الزيت كويس جدا. وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل بالممبار ونحمر الممبار بالشكل ده، شايفين ما شاء الله الممبار جميل ازاي. وبعد كده نبتدي ان احنا نرص عندنا الممبار. واهم حاجه نبتدي ان احنا نخلي بالنا بتسويه الممبار عشان الممبار ما يفرقعش معانا ويطلع معانا بالجمال ده. شايفين ما شاء الله الخلطه بتاعتنا طالعه، الرز بتاعنا طالع مفلفل وجميل ازاي. شايفين ما شاء الله حاجه جميله ازاي.
ونبتدي ان احنا نعصج اللحمه المفرومه بتاعه الجلاش. انا هنا معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، ومعايا بصلتين متوسطين مقطعينهم مكعبات صغيره، ومعايا قرن فلفل مقطعاه مكعبات صغيره، ومعايا التوابل نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه بهارات لحمه، رشه من بلح جوز الطيب، ومعايا نص معلقه من الملح. اول حاجه نبتدي نجهز مع بعض الحله على البوتاجاز، نبتدي ننزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت، وننزل عليها بالبصل اللي احنا مقطعينها مكعبات صغيره بالشكل ده، ونبتدي ان احنا نصفر البصله كويس جدا. واول ما البصله تبتدي ان هي تدبل معانا، نبتدي ان احنا ننزل عليها باللحمه المفرومه، نبتدي ان احنا نقلبها كويس جدا بالشكل ده. واول ما اللحمه تبتدي ان هي تغير لونها معانا، نبتدي ان احنا ننزل عليها بالفلفل اللي احنا مقطعينه مكعبات صغيره، وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليها بالتوابل. توابل معايا نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه بهارات لحمه، رشه بلح جوز الطيب، وننزل عليها بنص معلقه ملح، ونقلبها كويس جدا. وكده خلاص اللحمه المفرومه خلاص اتعصجت معانا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده هكون مجهزه معايا لفه الجلاش، وابتدي ان انا اخد مقاس الصينيه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. نبتدي ان احنا نقطع الزوايد كده ونخليها معايا على جنب، وابتدي ان انا ادهن الصينيه كويس جدا بالسمنه. وبعد كده نبتدي ان احنا نجهز معانا بيكنج باودر. هنا ميزته ان هو بيخلي الورق معايا بيبقى مورق معايا كويس جدا. باخد معايا ربع معلقه صغيره جدا من البيكنج باودر، بنزل بيها على السمنه واقلبها كويس بالشكل ده. بعد كده بكون مجهزه معايا، باخد نص لفه الجلاش وابتدي ان انا افردها كويس جدا عندي في الصينيه بالشكل ده كده. بالطريقه ديت ان هي بتخليها ان هي ما تشربش معانا سمنه كتير، وبتخلي الجلاش يكون معايا خفيف ما يكونش تقيل بالسمنه. بعد كده نبتدي ان احنا ننزل معانا بالطبقه التانية بتاعه اللحمه المفرومه بالشكل ده، وابتدي ان انا افرد اللحمه المفرومه كويس جدا عندي في الصينيه، واساوي اللحمه المفرومه بالشكل ده. بعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليها بالورق الزايد اللي احنا كنا مقطعينه ومخلينه على جنب اللي طلع من الجلاش. نبتدي ان احنا ناخد منه الورق، نبتدي ان احنا نفرده معانا في الصينيه بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده. نبتدي ان احنا نخلص الكميه كلها بالشكل ده، وبعد كده نبتدي ان احنا ندهنها كويس جدا بالسمنه زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. يطلع معانا مورق، ويطلع معانا مستوي من جوه، ويطلع معانا طعمه جميل جدا. ما يطلعش معانا ان هو يبقى مكتوم ولا اي حاجه، لا يطلع معانا حاجه كويسه جدا. بعد كده نبتدي ان احنا ناخد كل ورقتين ونفردها معانا في الصينيه، ونبتدي ان احنا نفرد عليها السمنه. بعد كده نبتدي نكرر العمليه تاني، ان احنا ناخد ورقتين من الجلاش نفردها معانا في الصينيه، ونبتدي ان احنا ننزل عليها بالسمنه لغايه ما نخلص اخر طبقه خالص بالشكل ده كده. خلاص قفلنا الصينيه كويس جدا من الجلاش. بعد كده نبتدي ان احنا ندهنها دهنه كويسه جدا من السمنه. وبعد كده نبتدي ان احنا نقطعها قبل ما تخش معانا الفرن، نقطعها كويس جدا مربعات بالشكل ده. بعد كده نبتدي ان احنا نكون مجهزين معانا التشريبه اللي احنا بنسقي بيها الجلاش. عباره عن 2 بيضه كسرتهم وحطيتهم في الخلاط عندي، وانزل عليهم بمج شوربه، وانزل عليها بربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، واطحنها كويس جدا في الخلاط، وابتدي ان انا اسقي بيها الجلاش، وانزل عليها بكوبايه من الشوربه، اي نوع شوربه موجوده عندي في البيت. ابتدي ان انا ادخل الجلاش الفرن على درجه حراره 180 تطلع معانا بالجمال ده. شايفين ما شاء الله الجلاش طلع معانا جميل ازاي. نبتدي ان احنا نقطع الجلاش، بس اهم حاجه ان احنا نسيبه يبرد معانا. لو ما فيش وقت نبتدي ان احنا نقطعه بالشكل ده. نبتدي ان احنا نقطع الجلاش زي ما حضراتكم شايفين، وابتدي ان انا اطلع معاكم اول قطعه. شايفين ما شاء الله حاجه جميله ازاي. نبتدي ان احنا نسلك الجلاش كويس جدا، ونبتدي ان احنا نطلع الجلاش. شايفين ما شاء الله حاجه جميله ازاي، بجد من الحاجات الجميله جدا، سهله وبسيطه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وبعد كده نبتدي ان احنا نعمل مع بعض كفتة الحاتي. انا هنا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة مصفيها كويس جدا من الدم، واكون مجهزة معايا بصلاية بشراها كويس جدا، بشراها ناعم، واكون مجهزة معايا ربع معلقة صغيرة من الثوم المفروم ناعم، واكون مجهزة معايا معلقتين كبار من البقسماط المطحون ناعم، واكون مجهزة معايا عودين من البقدونس، عليهم عودين من الكزبرة الخضراء، وعليهم قرن فلفل مقطع مكعبات صغيرة، وابتدي ان انا انزل عليهم بمعلقتين كبار من البقسماط
طماطم مطحون ناعم، وانزل عليهم بالتوابل. التوابل معايا نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه بهارات لحمه، رشه من بلح جوز الطيب، معايا نص معلقه ملح. وابتدي ان انا اقلب المكونات كلها كويس جدا مع بعض بالشكل ده. وبعد كده ابتدي ان انا انزل عليها بربع معلقه صغيره جدا من البيكنج باودر. البيكنج باودر هنا ميزته ان هو بيخلي الكفته طالعه معايا ان هي مش مكتومه، طالعه معايا هشه وجميله. وابتدي ان انا اجهز معايا الصينيه اللي تدخل معايا الفرن، انزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت، واخد من الزيت بالشكل ده، وابتدي ان انا ادهن بيها المسن، السكينه او الحاجه اللي انا ابتدي ان انا اصبع عليها اللحمه. انا هنا بصبع على اللي هي المعلقه الخشب بالشكل ده، وابتدي ان انا اخد الزيت وامسح بيها المعلقه، وابتدي ان انا اخد قطعه من اللحمه المفرومه، وابتدي ان انا اصبع الكفته كويس جدا بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وابتدي ارص عندي الكفته عندي في الصينيه بالشكل ده. نخلص الكميه كلها كده، خلاص الكميه بتاعتنا جهزت معانا. وابتدي ادخل الكفته عندي في الفرن على درجه حراره 180 لغايه ما الكفته تستوي معايا. واخر حاجه خالص ببتدي ان انا ارفعها عندي على الشوايه تاخد معايا لون، وابتدي اكون مجهزه معايا فحم، وابتدي ان انا انزل بالفحم بالشكل ده عندي في الصينيه، وانزل عليها بمعلقتين زيت ولغايه ما تاخد معايا الكفته طعم وريحه الفحم بالشكل ده. شايفين ما شاء الله، شايفين ما شاء الله الكفته طالعه معايا هشه مش مكتومه، وشايفين لما بقسمها معاكم طالعه معايا جوسي مش ناشفه. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. نبتدي ان احنا نسلق مع بعض اللحمه. اكون مجهزه حله بوتاجاز يكون فيها ميه، انزل عليها باللحمه، وابتدي انزل عليها بنص معلقه فلفل اسود، نص معلقه من الكزبره الناشفه، وننزل عليها بورقتين ورق لوري، وننزل عليها بالبصله، ونسيب اللحمه تستوي معايا كويس جدا. بعد كده نبتدي ان احنا نعمل اللحمه بطريقه سهله جدا. اكون مجهزه معايا صينيه على البوتاجاز، انزل عليها بمعلقه كبيره من السمنه البلدي، وانزل عليها ب3 حبات من البصل مقطعاها مكعبات صغيره، وابتدي ان انا احمر البصله مع السمنه بالشكل ده. واول ما البصله تبتدي ان هي تدبل معايا، ببتدي ان انا انزل عليها ب3 ورقات من ورق اللوري، وانزل عليها بمكعب مرق دجاج. انا هنا في الوصفه ديت مش بستخدم ملح معايا عشان خاطر المرق الدجاج هي البديل الملح. وابتدي ان انا اول ما البصل تبتدي ان هي تدبل معايا، ببتدي ان انا انزل عليها بالفلفل بالشكل ده. واول ما الفلفل يبتدي ان هو يدبل معايا، ببتدي ان انا انزل عليها باللحمه والتوابل، وابتدي ان انا انزل عليها بنص معلقه من الفلفل الاسود ونص معلقه من بهارات اللحمه، وابتدي ان انا احمر اللحمه كويس جدا مع البصل بالشكل ده. وبعد كده ببتدي ان انا ادخلها معايا الشوايه تاخد معايا لون كويس جدا. وبعد كده نبتدي ان احنا نعمل مع بعض اللسان عصفور. اكون مجهزه معايا حله على البوتاجاز، انزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت، وانزل عليها بالكوبايه من لسان عصفور واحمرها كويس جدا. واول ما اللسان عصفور يتحمر معايا، ببتدي ان انا انزل عليها بالشوربه بالشكل ده. وبعد كده بنبتدي ان احنا نغطي عليها ونسيب اللسان العصفور ان هو يستوي معانا. وبعد كده نبتدي ان احنا نعمل مع بعض سلطه الطحينه. واكون مجهزه معايا حوالي كوبايه من الطحينه الخام، وابتدي ان انا انزل عليها بميه مغليه، وابتدي ان انا افك الطحينه بالشكل ده. واول ما الطحينه تبتدي ان هي تفك معانا، نبتدي ان احنا شايفين نزينا القوام الجميل ده، نبتدي ان احنا ننزل عليها بعودين من البقدونس، وابتدي ان انا اقلبها كويس جدا مع الطحينه، وانزل عليها بمعلقه كبيره من الخل. وبعد كده ببتدي ان انا انزل عليها بربع معلقه صغيره من الثوم المفروم ناعم، ونقلبها كويس جدا. وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليها بالتوابل. التوابل معايا ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ربع معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الكمون، ربع معلقه صغيره من الشطه. نبتدي ان احنا نقلبها كويس جدا، وننزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت. وكده خلاص الطحينه جهزت معانا. بعد كده نبتدي ان احنا نعمل مع بعض عصير الفراوله بطريقه جميله جدا. واكون مجهزه معايا نص كيلو من الفراوله، وابتدي ان انا اكون غسلاها كويس جدا، وابتدي ان انا اقطع الفراوله نصين، وابتدي ان انا انزل بيها عندي في الخلاط. واكون مجهزه معايا باكت من الجيلي الفراوله، وابتدي ان انا انزل بيها عندي في الخلاط بالشكل ده، وانزل عليها بظرف من الفانيليا، وانزل عليها بمعلقه من كريم شانتيه اللي هو الخام، وابتدي ان انا انزل عليها بحوالي 5 معالق سكر، والسكر هنا بيكون على حسب الرغبه. وابتدي ان انا انزل عليها بحوالي كوبايتين من الميه،
واضربهم كويس جدا في الخلاط ويطلع معانا احلى عصير فراولة. جربوا العصير ده بالطريقة دي هيعجبكم جدا. ودي كانت اكلتنا النهاردة. عملنا مع بعض كفتة الحاتي بطريقة سهلة جدا، وعملنا مع بعض الممبار بطريقة جميلة جدا، وعملنا اللحمة بطريقة جديدة وبطريقة سهلة جدا، وعملنا مع بعض الجلاش باللحمة المفرومة، وعملنا مع بعض سلطة الطحينة، وعملنا مع بعض سلطة خضراء، وعملنا مع بعض اللسان عصفور. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.